كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. شكرا جدا على تشجيعكم، على تعليقاتكم الجميلة على فيديو افكار سندوتشات المدارس. شكرا قوي لتشجيعكم ليا، وان شاء الله هعمل لكم نفس السلسلة دي برضو قريب، هنكمل فيها يعني. بصوا حبايبي، النهاردة الفيديو بتاعنا او الروتين بتاعنا، اول موضوع الفيديو اعتبريه كده زي ايه، زي جلسة نفسية، زي علاج نفسي، لكن هو مش فضفضة وبس. يعني اعتبريه فضفضة برضو، هو جلسة هنرجع فيها لنفسنا شوية، هنكتشف ان سر الراحة النفسية مش في ان الحياة تبقى مثالية، لكن ان يبقى في توازن ما بين العبادة وما بين نمط حياة صحي ومنظم. يعني عايزة اقولك ان اي ست بيت عامة، واي ام واي واحدة بتدور على الطمأنينة مش هتلاقيها غير في معادلة، بس المعادلة دي بسيطة قوي على فكرة، بس تنفذيها. يبقى قلب متصل بالله عز وجل زائد حياة متوازنة. طب يا ام علاء، ممكن تحللي لنا الكلام ده شوية كده وعلى نار هادية كده نفهم يعني ايه الموضوع ده؟ هقولك، بس انا قبل ما اقولهولك عايزة اعمل سيناريو كأنك بتكلمي نفسك، او كأني بكلم نفسي، او اي واحدة تعبانة في وضعها في حياتها بتكلم نفسها مع حوار داخلي كده. اول حاجة اكيد بتكلمي نفسك، بتقولي يا نفسي يعني البعد عن القرآن وعن الذكر اكيد هو اللي تعبك. ايوه هو اللي تعبك، لان الله عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. طب بكلم نفسي، انا لو رجعت للذكر والصلاة ان شاء الله هحس بالسكينة. شور اكيد 100% هتحس بالسكينة، لان الله عز وجل قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى دي كده ايه السكينة اللي بنبحث عنها، هنلاقيها في النقطة دي. حاجة تانية برضو هتكلمي نفسك، انا ليه على طول مرهقة، انا على طول جسمي وجعني، على طول مهدودة وخملانة وماليش نفس الحاجة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لجسدك عليك حق. نامي كويس، اشربي مية كتير، كلي اكل صحي متوازن، اتحركي في حدود المعقول، ما تهلكيش نفسك قوي، لان صحتك امانة. كلمي نفسك قولي صحتي امانة. طيب اكيد برضو في حوار تالت بيدور مع نفسك، مثلا هو انا مع بيتي واهلي ليه بتعامل مع ولادي كانهم عبء؟ ليه بتعامل مع جوزي مش طايقاه، مش طايقه العيشه كده، وزي ما كنت انا مجبوره عليها ومفيش غير الحل ده ان انا افضل مع الاولاد دول والزوج ده وبس. قولي لنفسك وجعل بينكم مودة ورحمة. أكيد أنا اللي عايشة غلط. ربنا خلق الحياة يبقى فيها مودة ورحمة وسكينة وسكن. بشوية من الحوار البسيط في البيت هترجع طاقة الحب تاني، وهيخلي التعب اللي بتتعبيه ده أهون وأهون. انت كده بتكلمي نفسك، احنا لسه في الأول كده ما دخلناش على الحلول العميقة، احنا بنتكلم عن يعني ايه الحاجات كده من بره الأول. طيب العلاقات الاجتماعية بقى اللي هي برضو لما بتبوظ نفسيتك برضو بتبدأ تخرب شوية. ليه أنا عازلة نفسي عن الناس؟ ليه عازلة نفسي عن أهلي وعن اللي حواليا؟ مع إن ربنا وصانا قال لنا إيه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنا ليه بزهق إن أنا لو عاملة جروب مع إخواتي ما بتكلمش معاهم، ما بتصلش واحكي واتكلم ازيكم وعاملين إيه، والحاجات اللي حتى بإيجابية اللي هي الضحكة هتجيب لك ضحكة والإيجابية هتجيب لك إيجابية. تمام؟ طب مع نفسك بقى نقطة، يعني نقطة كده، يعني أهم حاجة برضو من الحاجات، أنا فين وقت لنفسي؟ برضو دي من الحاجات اللي بتسألي نفسك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى أنا ليه ما بدورش على الحاجات اللي تنفعني في ديني ودنيتي؟ انا ليه طول النهار مسحوله على التليفون وقاعده هربانه في النوم وهربانه في الكسل والزعيق والعصبيه؟ ليه ما اديش نفسي فرصه ان انا اعيش وافرح واطور من ذاتي؟ معيش بس ان انا اخدم غيري وعباره عن الاله بس في البيت. الحاجات دي كلها يا بنات محتاجه كده شويه كده مع بعض كده بهدوء، ونبدا نحل المشاكل اللي انا قلت لك عليها، ال5 مشاكل دي اللي هم لو اتحلوا هتبقى حياتك متوازنه وفيها سكينه وطمانينه.
فاكرة بقى اول جانب اتكلمنا عليه ايه؟ اللي انتي بتقعدي تكلمي نفسك هو انا ليه مش لاقيه سكينه، مش لاقيه طمانينه، وقلنا الحل. اول جانب فعلا او اهم جانب في انك تستعيدي توازنك النفسي واستقرارك النفسي هو علاقتك بالله عز وجل. القرآن، الذكر، الصلاة، الحاجات دي حبيباتي مش رفاهية. الحاجات دي اولا فرض مفروض علينا، لان دي عقيدة وشريعة، وهو ده وقودك النفسي في الحياة، هو ده روحك اللي بتتغذى وبتقدري تكملي بيها يومك وتكملي بيها مسؤولياتك وتقدري تتعايشي مع ظروف الحياة سواء كانت حلوة أو وحشة. على فكرة، لأن ممكن السعادة تبقى قدامك ومش قادرة تفرحي لأن نفسيتك تعبانة، وممكن يبقى قدامك هم كبير قوي وتقدري تتحمليه لأن عندك توازن نفسي وروحك جواها غذاء متغذية فعلا. لما قلبك يطمن ان في الله عز وجل يسمعك، يراكي، قادر يفرج كربك، هتعرفي تكملي وسط الضغوط الحياة عامة. خدي ورد يوم من القرآن حتى ولو صفحة، لو كبداية. بعد كده انت نفسك هتدمني قراءة القرآن. استغفري وانت بتطبخي، سبحي وانت بتطبخي وانت بتغسلي المواعين، كبري وانت بتوضبي في البيت. خلي ذكر الله هو خلفية حياتك عامة. لما ان شاء الله تلتزمي بعلاج الجانب ده في حياتك، هو ده اول خطوة من خطوات الاستقرار النفسي. تمام كده. تعالي بقى على تاني حاجة. لما قلتلك انا مالي مهدوده، صحتي مالها، مش قادره اعمل حاجه، لان يا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا دايما ان احنا نسال الله العفو والعافيه. سلوا الله العافيه، يعني دي اهم حاجه، هي اللي بتحسسك، تخليكي تعبدي ربنا كويس، تخليكي تستمتعي بحياتك. فالجسم ده امانه، صحتك هي اللي بتحدد طاقتك خلال اليوم. نامي كويس، كلي اكل صحي، ابعدي عن الاكل اللي من خلاله بتنتحري، اللي هو عارفه انك بتاكلي غلط وبتشربي غلط، بس انت شغاله وبتتمادي في الموضوع ده، زي ما يكون انت مش عاجبك الحياه اصلا ومش عايزه اهتم بنفسي، وانا عاجبني العشوائيه اللي انا عايشه فيها. ده كله بيتراكم بعد كده في صوره وهن في الجسم كده وخمول. اتحركي، اعملي رياضه لو 10 دقايق بس في اليوم. لو هتمشي مش قادره تمشي، اقعدي تنططي كده، اعملي اي حركات حتى عشوائيه، المهم انك تتحركي كده، حركي جسمك. شغل البيت يا بنات في ناس قالوا ان هو مش رياضه، هو حركه كويسه، ولكن الرياضه نفسها كرياضه او كمشي دي اللي بيفرق فعلا في توازن الهرمونات وتوازن جسمك عامه يعني. الست اللي بتحافظ على جسمها وعلى نفسها وعلى صحتها بتقدر تدي وتقدر تستوعب الضغوط من غير ما تنهار فعلا. تعالي على تالت حاجة. لما كنت بقولك انت حاسة ان ولادك عبء عليكي وكده ورابكين حياتك والدنيا عارفة مش مستمتعة خالص بحياتك، مع ان هم دول اول دايرة في حياتك بتاخدي منهم الطاقة وتاخدي منهم السعادة. ولما تحسي انك بتنمي في بيت وبتشوفي ولادك قدامك بيكبروا بينجحوا الحاجات دي كلها، وممكن كمان يكونوا بيسحبوا طاقتك. حاولي تعملي بقى مع ولادك لحظات كويسة، مش يبقى كل الحياة اعمل واجب، اطلع انزل شيل حط مش عارفة ايه، ما عملتش كذا، كله عقاب، كله لوم، كله عتاب. لا، خلي في لحظات حلوة من غير مسؤولياتك، ما تكوني انت بتعملي مسؤوليات في الوقت ده، ولا من غير ما تكوني محملاهم مسؤوليات، وقعدي واتكلمي معاهم، لان البيت هو اللي فيه المودة والرحمة، هو اول خطوة واول خط بتشحني طاقتك النفسية منه. ممكن تخليه جنة صغيرة كده تعيشي فيها وتخفف عنك أعباء العالم الخارجي، وممكن بإيديكي تصنعي بيت مليان توتر وعصبية. ولما بنقول الأم هي عصب البيت، حرفيا هي عصب البيت، وهي اللي تقدر تقلب يعني كيان البيت كله من حزن الفرح أو من سعادة لتعاسة بعصبيتها والتنكيد والنكد طول اليوم. انا مش بقولك خليكي حمامة سلام طول اليوم وطول اليوم، لا، تعالي على نفسك واضغطي عشان تضحكي طول اليوم. اكيد زي ما بقولك كلنا بلا استثناء بيجي عنا اوقات بنزعق وما بنقدرش نتحمل وبننهار، بس ما تكونش حياتنا كده، ما يكونش ال 24 ساعة كل يوم كده. اولا هرمون الكورتيزول عندك هيعلى، هيلخبط لك باقي هرمونات جسمك كلها، هيلخبط لك كيانك، فمن بسبب التوتر والضغوط اللي هي على طول باستمرار. لا، انا بقدر بانيه بقى حياتي من البدايه، اخدت اول خطوه اللي هو في غذاء روحي، في علاقه بالله عز وجل كويسه. فكل ما بتتدرجي بتعملي توازن في حياتك، بتلاقي خطوه بتجيبي الخطوه اللي بعدها، فحياتك بتبدا تستقر. بعد كده
ما تعزليش نفسك. يعني العزلة حلوة ومطلوبة احيانا، يعني مش مطلوب مني ان انا الف طول اليوم بره البيت، ولا مطلوب مني ان انا طول اليوم ماسكه سماعه التليفون. خلي عندك صديقه صالحه او صاحبه صالحه قريبه منك، اختك، جارتك، سلفتك، المهم تفضفضي مع حد وتشاركي همومك. وبرضو يا ريت يكون من ذوي صله الارحام. الود يا بنات والعلاقات الاسريه الكويسه بتخلي ناس يشيلوا همومك معاكي ويشاركوكي، ما تبقيش لوحدك. الست اللي عايشه في عزله بيكبر جواها قلق كبير قوي واكتئاب من غير ما تحس. صدقيني من غير ما تحسي هتلاقي نفسك شويه بشويه عايشه في دايره اكتئاب مش عارفه تطلعي منها. فمهم جدا جدا يبقى علاقاتك الاجتماعيه كويسه في حدود المعقول، ما تاخدش كل وقتك، ما تاخدش كل يعني كيانك كله يبقى مع الخارج والعلاقات الاجتماعيه بره، ولكن ليها وقت وليها مكان في حياتك برضو. طيب انا اتكلمت كده عن علاقتك بالله عز وجل وعلاقتك باولادك وعلاقتك الاجتماعيه وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي. تعالي بقى اتكلم دلوقتي عن علاقتك بنفسك. انت مش بس ام وزوجه، انت انسانه ليها هوايات وليها وقت لازم تقعد مع نفسها ولازم تنعزل جوه البيت. مش مطلوب مني ان انا ال 24 ساعه مختلطه بزوجي واولادي ولازقين في بعض كلنا، لا اكيد كل وقت كده هتبقي انت عايزه تبقي لوحدك. والحاجه دي صحيه جدا، عشان لو بتحبي اولادك فعلا واهلك واهل بيتك، لو بتحبيهم ابعدي عنهم. اعملي لك وقت بعد الفجر لوحدك قبل ما تنامي لوحدك، الوقت ده تعملي فيه اي حاجه بتحبيها ايا كانت، تقعدي تستعيدي افكارك، تستعيدي ذاتك، تفصلي، تشدي الفيش زي ما بيقولوا كده وتهدي نفسك من جواكي. افتكري ان برضو تقديرك لنفسك مش انانيه، بالعكس هو اللي هيخليكي قادره تكملي باقي ادوارك، سواء كانت دينيه علاقتك بربنا تبقى بخشوع وانت هاديه، سواء كان مع اولادك نفسهم. يعني انا ممكن اضغط على ابني في جانب معين علشان اقدر اتعامل معاه في باقي جوانب حياته. ما انا لو فضلت مستحملاه في الجانب ده ومش واجهته او ضغطت عليه، هو اللي يتضغط في الحته دي مش انا، هفضل انا اللي مضغوطه في الحته دي وكارهه ان انا اكمل باقي ادواري معاه. فلا خليكي يعني فاكره ما كنت بقول لكم ام قويه ممزوجه بالحنيه، فاكرين الكلمه بتاعتي دي؟ فعلا يعني هو معادله صعبه بس تقدري ان شاء الله باذن الله وبعون الله تبقي فعلا قويه وفي نفس الوقت عندك حنيه. واللي بيحكم كل ده العقل، يعني لازم تشركي عقلك مع العاطفه علشان تقدري تقومي بادوارك كويس. يا بنات والله العلاقة والحاجات اللي أنا بكلمكم عليها دي مش نظرية، عملية، نفذيها وتغيري. خلي جوزك وولادك يقولوا هي ماما بقت عاملة ليه كده، يعني ايوه انا اتغيرت فعلا. اول ما يقولوا كده اعرفي ان انت اتغيرتي فعلا. ومفيش تغيير بيجي من يوم وليلة، مفيش ان انا سمعت الحلقه دلوقتي مع ام علياء فانا هقوم انفذها دلوقتي. هي ما بتتنفذش دلوقتي، هي بتبدا خطوات كده واهداف تحطها وتبداي تاخدي بالك من تصرفاتك وانفعالاتك وادوارك خلال اليوم وتنفذي خطوه بخطوه. وابدا دايما اقولك وافكرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: خير العمل ادومه وان قل. يعني لو انا بداوم مثلا ببدا بخطوه خطوه لغايه لما اوصل لخطوات متعدده كبيره بقدر اعملها مره واحده، احسن لي من ان انا ابدا مره واحده هاجهد نفسيا ما اقدرش اكمل هفصل. لا انا ببدا حاجه حاجه وان شاء الله باذن الله هوصل، بس الاستمرار والصبر والجهاد النفسي. بصي يا بنات الثلاثه دول هم علامات النجاح في اي حاجه في حياتي. استمرار، لازم تستمري ولازم تصبري على الحاجه اللي بتعمليها ولازم تجاهدي نفسك وتصبري الاتنين مع بعض، لان جهاد النفس غير الصبر. تمام؟ ان شاء الله باذن الله حبيباتي تكوني استفدتي من الحلقه دي. الحلقه دي طالعه من قلبي لكل الامهات المشتتين اللي يومهم ضايع يا اما في الطبخ بس، يا اما في النوم بس، يا اما في العلاقات الاجتماعيه والخروج واللف على المولات بس، يا اما قاعده مع اولادك قاعده تعلميهم وتزعقي معاهم طول اليوم بس. ده كله حياة غلط. لازم يبقى فيه توازن في حياتنا. التوازن ده بنصنعه ان احنا نمسك كل خطوة من الخطوات الخمسة اللي اتكلمنا عليهم، وان شاء الله نصنع في الاخر شخصية متوازنة ومستقرة نفسيا. يبقى المعادلة واضحة جدا: قلب مع الله عز وجل، جسم سليم، بيت متماسك، علاقات صافية اجتماعية، نفس متصالحة. الخمس جوانب دول اي ست محتاجاهم عشان تحس براحة نفسية حقيقية.
دي جلسة نفسية، مش دايما لازم تكون عند دكتور، ممكن تبقى هنا معايا مع أم علياء. وكمان الأهم ده كله إنها تبقى بينك وبين نفسك ومع سجادتك ومصحفك، هتبقى أقوى جلسة نفسية في العالم كله. ما تنسيش تدعميني بلايك، والسلام عليكم.